موجود في قلب البيت الأبيض طبيب عالمي من أصول مصرية واقف قدام ترامب والحكومة الأمريكية وبيقنعهم بإنجازاته. يا ترى مين هو الطبيب ده؟ وإزاي من ابن صيدلي فقير بقى واحد من أهم جراحين العالم ورئيس FDA؟ وإزاي أمريكا خلته واجهة دلوقتي ليها في قضايا الدواء والصحة؟ ده اللي هنعرفه في الفيديو ده، فخليك معانا. ابن الوز طلع فعلا عوام زي ما بيقولوا، وده اللي هتعرفوه معانا دلوقتي. القصة دي تعتبر مش عادية، دي قصة بطل مصري خرج من بيت بسيط جدا، والده كان صيدلي لكنه زي أبهات مصرية كتير قدر يربي جواه حلم كبير وركز معاه على أهمية العلم والتعليم لحد ما وصله إنه يقف دلوقتي قدام أقوى رجل في العالم وهو الرئيس دونالد ترامب. دي مش حكاية من حكاية أفلام هوليود، دي حقيقة وبطلها الحقيقي اسمه الدكتور مارتن عادل مكاري، واللي تصدر اسمه وسائل التواصل الاجتماعي. وده بعد ما ظهر بيخطب قدام الرئيس الامريكي دونالد ترامب، واللي كان قاعد جنبه في اللحظه دي كبار المسؤولين في الحكومه الامريكيه، وكانت كاميرات اشهر الصحف العالميه بتصور اللحظه دي. مارتن عادل وقف قدام كل دول وكان مفوض اداره الغذاء والدواء الامريكيه FDA. مارتن وقف قدامهم واتكلم عن انجازات المؤسسه دي في تحسين الرعايه الصحيه والرقابه على الادويه في امريكا. الناس كلها كانت مبهوره بكلامه، ومحدش كان يتخيل او يتوقع ان الشخص اللي ماسك المايك وبيخطب قدام كل دول مصري. لكن لما الفيديوهات بتاعته اتنشرت واتقال انه مصري، ناس كتير حبت تعرف هو مين الطبيب مارتن عادل، وازاي قدر كمصري يوصل لمنصب حساس زي ده. مارتن اتولد سنة 1969 في ليفربول انجلترا، وبعدها اتنقل مع اهله عشان يعيش في ريف ولاية بنسلفانيا في امريكا. ابوه الدكتور عادل مكاري كان صيدلي مصري قبطي من عيلة بسيطة جدا وتعتبر يعني فقيرة. الراجل ده ما كانش مجرد صيدلي عادي، لا هو كرس حياته علشان يدعم ولادنا الصغيرين، خصوصا اللي بيعانوا من مشاكل صحية نادرة مش موجودة إلا بنسبة صغيرة. ومش بس الولاد الصغيرين، ده كان مهتم كمان بالكبار. طبعا مارتن وهو صغير كان بيشوف أبوه قدوة، اتعلم منه إن كل الناس متساويين وإن الأضعف لازم يتخدم قبل الأقوى. الشعور ده عاش بيه طول عمره. مارتن اتعرض لمواقف كتير مع والده خلته يحب مساعدة الناس، خصوصا ان الناس لما كانت بتتعب وتخف على ايدين باباه وفجأة يقابلوه في اي مكان ويحضنوه ويشكروه، مارتن كان بيحس بفخر مش طبيعي. وده خلاه يبص لهدف واحد بس قدامه، وهو انه يخدم الناس من خلال الطب، خصوصا انه قرر يدرس زي باباه اكتر. مارتن حصل على بكالوريوس من جامعة باكنيل، وبعدها ماجستير في الصحة العامة من جامعة هارفارد، وخد دكتوراه طب من جامعة توماس جيفرسون، وكمل تدريبه الجراحي في جامعة جورج تاون، وبعدها اتخصص في مجال جراحة البنكرياس في جونز هوبكنز. ومن حوالي 22 سنة دخل مارتن مستشفى جونز هوبكنز في أمريكا علشان يبدأ رحلته مع الجراحة. والده وقتها نصحه نصيحة غيرت حياته، قال له اكتب ملاحظاتك واسأل نفسك دايما اللي بنعمله ده مفيد للناس ولا لا. النصيحة دي خلت مارتن مش بس جراح، لكن كمان باحث ومفكر، يكتب كتب ومقالات علشان يثقف الناس ويخليهم يفهموا العلوم الطبية بشكل مبسط. والنتيجة انه كتب اكتر من 250 بحث علمي منشور ليه، وكان دايما بيكتب مقالات دورية في جرايد عالمية زي واشنطن بوست وول ستريت جورنال. مارتن كمان أخد جوائز كتير، منها جايزة من المؤسسة الوطنية للبنكرياس، واشتغل في منظمة الصحة العالمية على برنامج سلامة المرضى، وفي 2018 انتخب عضو في الأكاديمية الوطنية للطب. ودلوقتي يقول لنا سمعت عن الطبيب مارتن مكاري قبل كده، وإيه رأيك في النجاح اللي وصل له؟